أي مشكلة تجيك والله أنا وأنت أخي الغالي من أسباب هذه المشكلة. بما كسبت أيدي الناس. طيب ليش؟ ثم تأتيك لام التعليل، يعني ليش؟ ليذيقهم إيش؟ ليذيقهم كل الذي عملوا. شفت المشاكل اللي صايرة في كل مكان، جراحات وحوادث مريعة وأمراض مستعصية، كل هذه بعض اللي سويناه. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لكن في ناس وفقها الله عز وجل أنه يحس، عنده إحساس، يعني يذنب ثم تجيه مصيبة تلقاها بسرعة يراجع، وتلقاه أصلا يوم يذنب وهو متحريها متى تجي، فعشان كذا يحاول يصفي بالتوبة قبل لا تجي. في ناس يذنب وقسم بالله ان قلبه يتقطع وعارف انها بتجي، يعني هذا مصيبة بتجيني ليذيقني بعض الذي عملت، فتلقاه متحريها. وفي ناس لا، أسأل الله لا يجعلني وياكم من هؤلاء اللي يعصي ويمشي ما يدري عن شيء. قال الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ وتأتي لام التعليل مرة ثانية، لعلهم يرجعون. في القرآن كلمة يرجعون، وفي القرآن كلمة يرجعون. يرجعون هذه غصب، يرجعون هذه بكيفك، واضح؟ يرجعون هذه غصب علينا، كلنا بنرجع، لكن يرجعون هذه مو كلنا. وأسأل الله أن يجعلنا من أصحاب يرجعون، هو يرجع. لعلهم يرجعون. ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة تجينا يا جماعة من وين؟ بما كسبت أيديكم. وفي الآية جزء خطير، يقول الله عز وجل ويعفو عن كثير. إذا عرف قارئ القرآن بل متدبر القرآن أن القضية والله فيك أي ذنب تصيبه وتقدم عليه، خذها قاعدة حبيب الغالي، كل ذنب تمتعنا به والله سندفع ثمنها، إما عاجلا أو آجلا، أو يريد الله بنا خير فنتوب ثم يمحوه الله عز وجل، ثم إذا محاه الله وعفى عنه والله لا يأتيك عاقبته. واحد في الأرض ثم أذنب ثم قرأ الآيات وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ بهذه الذنوب، فتاب إلى الله ورجع. تعرف إيش يصير في السماء؟ تعرف إيش يصير في السماء؟ حدث عظيم. يعني الآن لو أنا أغلط عليك وأجي أتأسف منك، كثر الله خيرك إن قلت مسامحك، صح؟ إن قبلت عذري حتى تلقاك مكشر في وجهي لكن سامحتني، كثر الله خيرك. لكن تلقى يبني في خاطرك شيء، صح؟ طيب كيف لو أنك مو مسامحتني إلا فرحت أني جيتك وأكرمتني؟ ولله المثل الأعلى سبحانه. جلس مجموعة شباب مع واحد من الدعاة فقام يسألهم يقول لهم إيش أعظم نعمة أنعم الله بها علينا؟ فقال واحد أعظم نعمة أنعم الله بها علينا الصحة، أن نمشي وغيرنا معاق. واحد قال الحمد لله أن نشوف وغيرنا عميان ما يشوفون لا حلال ولا حرام، أسأل الله أن يعصمنا عما يغضب. وقال هذا الصحة، وقال هذا المال، وقال هذا الوالدين، وقال هذا. فقام واحد منهم ليس عليه آثار الاستقامة، يعني يا جماعة ترى أسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرنا. فقام واحد منهم دمعت عينه، هو أصغر واحد فيهم، قال أما أنا أظن أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن ربي هو ربي.
كلام كبير، والله كلام كبير. يقول أعظم نعمة من الله علينا بها أن ربنا هو ربنا سبحانه. يقول والله العظيم لو غير ربي وشافني على اللي سويت معه أقسم بالله أن يمزقني إربا في الأرض. يقول أقسم بالله لو شافت أمي وأبوي اللي ما خلقوني ولا رزقوني ولا حركوا الدماء في عروقي ولا أجروا أنفاسي ولا يملكون لي نفع ولا ضر، والله العظيم لو شافوا ربع اللي شافه ربي مني يقطعوني. فأحمد الله أن ربي هو ربي سبحانه. فتذكرت كلام ابن القيم عليه رحمة الله لما قال للعاصي 6 خصال منعم الله عز وجل فيها عليه. أول وحدة الحلم، أن الله عز وجل حليم. قال أما أنه لو شاء لقصم ظهر العاصي وهو يعصي فلم يتحرك حركة. والله لو شاء الله هالقلب اللي ينبض يأمره بس يوقف ويأخذك وتقفل الصحيفة على خاتمة سيئة. يقدر ولا ما يقدر؟ لكنه حليم. فالحمد لله أن ربنا هو ربنا. الثانية قال أنه ينعم عليك وأنت في حال المعصية وأنت قاعد تعصيه. والله أمك ما تسويها معك، والله أبوك ما يسويها معك. تعصيه قدامك بأي شيء يأخذها منك، تعصيه بسيارة أعطاك إياها يأخذها منك. الله عز وجل تعصيه وانت غرقان في